انت بتدرس الازمنه وما انتش عارف يعني ايه ازمنه. طيب الاول كده يا مستر، هي الازمنه دي قعدتها قد ايه؟ قال لك والله بكل بساطه الازمنه يا صديقي ثلاث حاجات. كام حاجه يا ولاد؟ ثلاثه. اول حاجه بناخدها ازمنه الماضي، ازمنه الايه؟ الماضي. تاني حاجه ازمنه المضارع. تالت حاجه ازمنه الايه؟ المستقبل. يبقى اول حاجه الماضي، تاني حاجه المضارع، تالت حاجه المستقبل. تاني الماضي، المضارع، المستقبل. طيب يا مستر معلش، انا كنت زمان والمستر بيديني الحصه كنت بسمع ماضي بسيط، ماضي مستمر، مضارع مستمر، مستقبل بسيط، مستقبل مستمر، كل الكلام ده. طب هو كان عبارة عن ايه الكلام ده؟ تعالى بقى افهمك يعني ايه الكلام ده. اول حاجة يا ولاد الماضي ده اربع حاجات. كام حاجة؟ اربعة. اول حاجة يا ولاد بتقابلنا حاجة اسمها الماضي الايه؟ البسيط. الماضي الايه؟ البسيط. اول حاجه يا ولاد بتقابلنا الماضي الايه؟ البسيط. بس كده؟ قال لك لا، في الماضي المستمر، الماضي التام، الماضي التام المستمر. يبقى احنا يا ولاد في الازمنه، في ازمنه الماضي بندرس كام حاجه؟ اربعه: ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، ماضي تام مستمر. تاني: الماضي البسيط، الماضي المستمر، الماضي التام، الماضي التام المستمر. طب يا مستر مصطفى المضارع؟ قال لك المضارع نفس الكلام بالظبط، مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، مضارع تام مستمر، مضارع بسيط، مضارع مستمر، مضارع تام، مضارع تام مستمر. ركز. طيب ايه كمان يا مستر؟ قال لك عندنا بقى المستقبل ثلاثة بس: مستقبل بسيط، مستقبل مستمر، مستقبل تام. يبقى احنا يا ولاد المستقبل الازمنه عندنا كام زمن؟ اجمعهم: 4 و4 8، 8 و3